اخبارك ايه؟ انت عايزنا النهارده نتكلم على ايه مثلا؟ طب بعد اذنك كده هات كوبايه الشاي بتاعتك بالخمسينه. بالنعناع للي يحب وبالقرنفل للي يحب. وحصلني هفهمك نقط مهمه جدا تقدر ترد بيها على كل الناس اللي بيتكلموا عن حضارتنا عن جهل وبقصد وبهدف. في هنقول ايه؟ لن يستطيعوا اطلاقا ان هم يقدروا يوصلوا من هدفهم طول ما احنا عندنا وعي. تعالوا نعرف الوعي. ابدا لك النهارده بموضوع سهل قوي وبسيط. الموضوع دوت هو اللي هم بيتكلموا عنه، بيقولوا ان المصريين كلهم البشره فاتحه، وبناء عليه هم ليسوا افارقه، وبناء عليه ان احنا اصحاب البشره السمراء، يبقى احنا المصريين القدماء او احنا بنات هذه الحضاره. اولا هم بيتكلموا عن جهل، لان ده هيخلينا نتجه الى الالوان المصريه القديمه. وده ممكن يكون موضوع حلقتنا النهارده، اللي هنتكلم عنها ان المصري القديم كان عبقري في نقل الواقع في حياته الدنيا الى جدران مقابر، او الى اوصية التوابيت الخاصه به في العالم الاخر. والناس اللي بتصف الحياه في مصر القديمه آه، يعني مفهومه، نقول لهم اكيد لا فلسفه. والناس اللي بتقول ان الحضاره المصريه القديمه هي حياه هي حضاره موت، نقول لهم لا طبعا، لان هو المصري نقل الحياه على جدران مقابره، وبالتالي هي حضاره حياه. المصري القديم بحكم ان هو ارتبط بالارض وعمل بالزراعه، فكانت الحضاره سلسه وبسيطه في تكوينها، وفي سرعه تجانسها، وفي سرعه انها اتشكلت في الألف الرابع قبل الميلاد. ونقدر نقول ان اقصى شمال مصر اتحد في نفس الفكر ونفس المنهج ونفس الفلسفه مع اقصى جنوب مصر بمنتهى السهوله، لان اللي بيربط بينهم كان نهر النيل. نهر النيل الشريان اللي قدر ان هو يوحد المصريين في دوله، اقدم دوله مستقره في التاريخ. كان هو صاحب التاثير الاول والاخير عليهم في حياتهم الدنيويه والاخرويه. بمعنى ان سؤال لحد النهارده الف ب حضاره مصريه. المصريين القدماء سكنوا الشرق ودفنوا موتاهم في الغرب. طب ليه سكنوا في الشرق؟ لان هو بيعتقد ان الشمس هي تعتبر الفيصل بالنسبه له. اول ما الشمس تشرق الناس كلهم بيستيقظوا من النوم، واول ما الشمس تغرب الناس كلهم بيناموا او بيستغرقوا في النوم والثبات. وبناء عليه اعتقدوا ان الشرق هو الحياه حيث شروق الشمس، وان الغرب هو الموت حيث غروب الشمس. المصري القديم بدأ يلاحظ الكون من حواليه، لأن زي ما أنا قلت فلاح، والفلاح مرتبط بالأرض فترة طويلة، بينتظر انحسار مياه النيل في فصل فيضان قدر يحدد مدته. والفصل ده من 4 شهور. ولأن كان المصري القديم وضع أول تقويم في العالم القديم، واللي احنا لسه لحد النهارده ماشيين عليه، واللي بنسميها في مصر على فكرة النهارده السنة الزراعية. واللي كل فلاح او كل صياد حافظ الايام دي وعارف مواعيد يعني الرياح والنوات ومواعيد ارتفاع درجه الحراره او انخفاضها او اعتدال المناخ. وده على فكره ارث، يعني تراث ورثه من اجداده المصريين القدماء، ولسه محافظ عليه. و... وان كان اول يعني طبعا بنفتخر اول تقويم اتحط هو تقويم عين شمس، اللي وضعه كهنة عين شمس، واللي بنقول عليه مركز عبادة الإله رع إله الشمس، واللي قسموا السنة ل 365 يوم وكام وربع. خلي بالك أول تقويم دقيق يقسم السنة إلى 365 وربع يوم. وطبعا بناء عليه وضعوا لنا السنة المصرية القديمة اللي بتتقسم زي ما انتم عارفين إلى 12 شهر. الشهر فيه 30 يوم، وفي شهر رقم 13 اللي بيكون لمدة 3 سنين 5 أيام، وفي السنة الرابعة بيكون 6 أيام بيخصصوهم لأعياد الآلهة الكبار المصريين القدماء. اللي احنا عارفينه إن المصري القديم الفلاح ده
استقر بجوار الأرض الزراعية اللي بيستنى انحسار النيل، وبعد كده بيبدأ يبذر البذور وينتظر فصل آخر اسمه فصل الإنبات بيستمر أيضا 4 شهور، ثم في الآخر بيحصد محصوله، واللي بيكون أهم محصول فيه القمح، وخلي بالك من النقطة دي. ودوت بنسميه فصل الحصاد. المصري القديم وهو مستقر في أرضه بيعبد الله عن طريق التأمل، وأهم حاجة لفتت نظره هو الألوان التي تسود حوله في الطبيعة. يعني مثلا فوجئ باللون الأزرق. اللون الأزرق هو لون المية، مياه النيل، هو لون البحر، هو لون السماء، وإن اختلفت وتفاوتت درجات الأزرق، اللي على فكرة هو صنع لون أزرق بنسميه اللون الأزرق المصري، وهو أول لون صناعي في التاريخ. اللون الأزرق المصري ده شكل بالنسبة له الخلق، بالنسبة له في الفلسفة شكل الخلق، حيث اعتقد المصري القديم أن الحياة بدأت في محيط أزلي وكان سماه نون، واعتقد أن المحيط الأزلي ده انبثقت منه تل، ويسموه التل الأزلي أو يسموه بن بن، اللي بتشرق من فوقه الشمس أو الإله رع، وبتبدأ الحياة. اللون الأزرق عند المصري القديم هو لون الخلق. ليه؟ لأنه هو بيعتقد في بعض مذاهبه الدينية، سواء كان مذهب تسوع عين شمس أو عقيدة الأشمونين، إن البداية كانت المياه. وطبعا المياه عنده قدر يمثلها بشكل عالي جدا، وخصوصا لو احنا بصينا على على الجدران هنلاقي ان هو كان دقيق جدا، دقيق الملاحظه، بان هو صور لي الموج المصري القديم، واللي هو اخذ حرف من حروف الكتابه المصريه القديمه وهو حرف الان، ويقول ان الموج او الامواج او اللون الازرق هي تعتبر اصل الحياه والاتزان. لو احنا جينا نتكلم عن الالوان، المصري القديم اخترع اللون الازرق ولون بيه السماء. اي مقبره ملكيه او غطاء لتابوت كنا بنلاقي في الغالب بيمثل هذا الغطاء او هذا السقف باللون الازرق، ويتخلله لون ذهبي اللي هو بيمثل النجوم، والازرق بيمثل له الصفاء والنقاء، وخصوصا السماء الصافيه اللي هو شافها في مصر، والتي تعطيه نوع من انواع الاستقرار النفسي. اللون الازرق في عقيده المصري القديم هو بس مش مجرد لون بيعطي الحياه، ده هو كمان لون اختص به الالهه. يعني الاله امون في بدايته كان لونه ازرق لحد الاسره 18، كان لونه احمر لحد بدايه الاسره 18 بدا يتلون باللون الازرق. ليه؟ على اعتقاد ان هذا اللون لون سرمدي، لون يعطي نوع من انواع الابديه، وارتبط اللون الازرق برحله الاله رع في السماء، سواء الرحله الصباحيه لمركب رع او الرحله المسائيه لمركب رع. اللون الازرق كمان بنشوف ان هو يعتبر من الالوان الراقيه جدا عند المصري القديم، ان هو قدر يمثل بيها بعض اجساد للأشبتي، وخصوصا بعد ظهور عقيدة الخدم أو الموجبين أو بنسميهم الأشبتي. الأشبتي بيحط 365 قطعة في المقبرة، هي عبارة عن تماثيل صغيرة بتمثل صاحب المقبرة، وبتحط بيتكتب على نص معين يخص كل قطعة منهم اسم صاحب القطعة أو ما تمثله القطعة، سواء بستاني، عامل، نجار، حداد، وكل واحد منهم بيقوم كل يوم بخدمة المتوفى. ودي طبعا لو احنا بعد كده هنتكلم في الحياة الدينية ازاي الأشبت دي كانت بديل عن المقابر التي تخص الخدم اللي كانت بتحيط بالمقابر الملكية في بداية الحضارة المصرية القديمة. وطبعا هي
يفترض ان هي بيدب فيها الروح، وبتخدم المتوفي في اليوم المخصص لها من 365 يوم في السنة. المصري القديم إلى جانب اللون الأزرق، عشان ما نطولش عليكم، قدس الألوان المتضادة. إزاي؟ هو شاف حواليه إن مصر ممكن تتقسم حسب لون التربة اللي هي أساس في النبات، إلى تربة حمراء، ودي كانت أكثر انتشارا وهي الصحراء، وسماها على فكرة ديشرت. ديشرت اللي هي قريبة من كلمة ديزرت بالإنجليزية، يعني صحراء. وديشرت دي كانت هي الأكثر، بيتخللها الأرض الخصبة اللي كونها غرين النيل. والأرض الخصبة اللي كونها غرين النيل سماها كيميت، يعني الأرض السوداء. ومصر نفسها اتسمت كيميت، وكيميت جايه من القمة لأنها تعتبر هي الأرقى والأعلى في العالم القديم والعالم الحديث. مصر القديمة بيعتقدوا حسب قصة الصراع بين الخير والشر، أو قصة إيزيس وأوزوريس كما يطلق عليها، إن عندنا إله للخير وهو الإله أوزوريس، وإله للشر اللي هو أخوه الإله سوتخ أو ست. والاتنين كانوا في صراع مع بعض، يعني مين فيهم الأولى بتقديم قربان للإله الأكبر، للإله رع. والإله الأكبر بيتقبل قربان الإله أوزوريس على اعتبار إن هو خير، وإن وبالتالي زاد الخصوبة في أرضه اللي هي لونها أسود، لونها أسود. وبالتالي لم يتقبل قربان الإله ست، اللي على فكرة هم كانوا دايما بيصوروه في صورة حيوان صحراوي يشبه إلى حد ما يعني الكلب أو الذئب إلى آخر ذلك. بغض النظر عن تفاصيل تلك الأسطورة، كان اللي نعرفه إن هنا ربط المصري القديم اللون الأسود بالإله أوزوريس، وقال إن اللون الأسود هو لون جسد أوزوريس. عشان كده لو احنا بصينا عندنا في المتحف المصري تمثال للملك منتحتب الثاني، أو بنسميه منتحتب نبح بترع. ده الملك اللي وحد مصر مرة تانية بعد الثورة الاجتماعية الأولى، وأسس الأسرة ال11. بنلاقي له تمثال وحيد لابس زي أوزيري اللي هو الرداء الأبيض، وجسده متلون باللون الأسود. وهنا بدأت معظم الأجساد تتلون باللون الأسود. يبقى هنا اللون الأسود عندنا في التماثيل، أو في النقوش والجداريات، أو في المومياوات، كان سببه ان الجثه لما بتتحنط بيبقى لونها اسود. وبناء عليه المصري القديم بيعتقد ان اللون الاسود هو اللي هيخليه خالد، وهيخليه يدخل ملكوت او الجنه الخاصه بالاله اوزوريس قاضي قضاة الاخره، او بيسموه اله العالم الاخر. اوزوريس اللون الازرق بالنسبه له ما كانش موجود، كان فيه لون اسود. اللون الاسود ده بيعطيه خاصيه تخصه هو، ان هو متحكم في العالم الاخر. وعشان كده ارث خدناه عن اجدادنا المصريين القدماء لحد اليوم، ان المصريين القدماء والنهارده احفادهم احنا الشعب الوحيد اللي بيرتدي اللون الاسود في الحزن، في الميتم. بمختلف طوائف المصريين اللون الاسود بالنسبه لنا يساوي الحزن. وده كان اللون المميز للاله اوزوريس، اله الخير، ويعتبر بالنسبه لنا اول شهيد، وهو اله الخير اللي هيموت على ايد اله الشر سوتخ او ست، واللي هيقطعه ل 42 قطعه. اللون الاسود بالنسبه لهم اللي قلنا اسمه كيميت، بيقابله اللون حج. حج يعني الابيض. وهنا بنلاقي ان اللون الابيض بالنسبه للمصري القديم ما كانش لون فرحه بس، لا، ده كان هو رمز للنقاء، رمز للطهاره، رمز للصفاء والبراءه. وعشان كده بنلاقي كتير قوي من المصريين القدماء، طبعا المصري القديم ده كان راجل ناصح جدا، بقى يصور نفسه في كتاب
او برديه. البرديه دي كان بياخدها معاه في العالم الاخر، وعشان تساعده في اجتياز الاختبارات اللي هيلاقيها في العالم الاخر، ويصور نفسه وهو في هذه اللقاءات باللون الابيض، وكانه ارتدى لون ابيض، الزي بتاعه ابيض ناصع. طبعا في الطبيعه كان اللون الابيض دوت هو اللون المميز للساده وعلية القوم، انهم بيلبسوا كتان ابيض ناصع. وطبعا ده يخص الرجال والنساء في نفس الوقت، وان كان يختلف بالنسبه للخدم، وخاصه الخادمات كان ممكن يلبسوا ملابس مزرقشه متعدده الالوان. لكن اللون الابيض عندهم في الحياه هو لون راقي، وخصوصا لانه بيصنع من افخر انواع الالياف وهو الكتان. وبيعتقد المصري القديم انه في العالم الاخر اذا ارتدى ملابس او زي ابيض ناصع يبقى هو اصبح مبرأ من كل دنس، بناء عليه هيستطيع ان هو يجتاز العالم الاخر دون اي ذنب. وخصوصا لما يقف في محكمه الاخره امام اوزوريس يبقى هو اتبرأ وارتدى زي ابيض واصبح مبرأ من كل ذنب، يبقى هو اصبح هينضم الى الايماخو. والايماخو اللي هم المطهرين اللي هم موجودين في السماء الى جانب النجوم السماء الشماليه. الايماخو او المبرئين او البيض برضو ادولنا انطباع عن اهميه اللون الابيض. اللون الابيض مش بس كان بيمثل، طبعا احنا عارفين ان كلمه مامي معناها كلمه مش عربيه، معناها اللون الاسود، لان الجثه بتتحول بالتحنيط الى اللون الاسود. فهم بيغطوها كمان بشرائط من الكتان الابيض عشان يقولوا ان هي اصبحت في وضع اوزيري. وخلي بالكم الوضع الاوزيري ده يعتبر نوع من انواع التمكين للميت في العالم الاخر، عشان يقول ان انا اتمثلت بالاله الخير او اله الاخره او اللي بيتحكم في الجنه وهو اوزوريس. الالوان هنا انا اتكلمت عن الاسود، اتكلمت عن الابيض، هتكلم عن لون مهم جدا بالنسبه لنا وهو اللون الاحمر. اللون الاحمر هو بيمثل عند المصري القديم التمرد، ودو طبعا احنا قلنا ان دي شرط اللون الاحمر، دي كانت هي ارض سوتخ المتمرد، وكمان هي نوع من انواع اللون الشجاع. وعشان كده المصري القديم عند اختراع البردي وتصنيعه اخترع ايضا خط من الخطوط المصريه القديمه هو الخط الهيراتيقي. والخط الهيراتيقي كان بيتكتب بحبرين، حبر اسود وحبر احمر. التضاد اللوني ده بيعمل نوع من انواع جذب الانتباه وجذب العين. بناء عليه المصري القديم بذكائه بدأ يحط لنا قاعده ان تكون رؤوس المواضيع على البرديه او مفاتيح الكلام او هنقول مقدمات النصوص بتكون باللون الاحمر، والنص باكمله باللون الاسود، على اعتبار ان اللون الاحمر بيشد انتباه، واللون الاسود بيعطي نوع من انواع الهدوء والسكينه او الرزانه. يبقى انا هنا في عندي هنا ازدواجيه لونيه في الكتابه على البردي، ودي كانت ازدواجيه مقصوده تقنيا الى جانب انها مقصوده دينيا، ان حجم اللون الاسود اكبر وبالتالي يعني سياده و يعني ان الخير اللي هو اللون الاسود اللي هو اوزوريس بيسود، واللون الاحمر اللي هو لون الشر او لون الفوضى او لون الاله سوتخ هو الاقل. على الرغم من ده بنلاقي ان مثلا استخدم اللونين، بان الطالب كان بيكتب باللون الاسود والمعلم بيصحح له باللون الاحمر. لو اتكلمنا عن فلسفه الالوان في الكتابه، ممكن نتكلم عن فلسفتها ايضا في الموت. احنا عندنا نعرف من قصه ايديس واوزوريس ان سوتخ قطع جسد اخوه اوزوريس الى 42 قطعه، وان تم وضع قطعه في كل اقليم، وكانت عدد اقاليم مصر 42 اقليم.
وبني على كل قطعة في كل إقليم ضريح بيزوره الشعب، بيزوروه عشان يبجلوه لأنه فيه جزء من أوزوريس. وطبعا ده غير إن هو لما اتجمع بعد كده اتحط في قبره الرئيسي في أبيدوس. بنلاقي إن له مقامات أو مشاهد في الأقاليم. العادة بتاعت المشاهد أو الأضرحة دي استمرت حتى يومنا الحالي، وعشان كده مش غريبة يعني أبدا إن احنا نلاقي لحد اليوم الأضرحة المنتشرة في مصر لأولياء الله الصالحين أو العارفين بالله بيكسوها قماش أخضر. وطبعا اللون الأخضر قلنا إن هو لون النماء ولون النبات، وده كان برضو أحد ألوان الإله أوزوريس إله الخير. يبقى أوزوريس كان جسده له اللون الأسود، وقلنا كمان إن اللون الأخضر بيرتبط بيه وكان لون جسده أيضا. وطبعا كتير من التوابيت اتلونت الأغطية بتاعتها باللون الأخضر. اللون الأخضر أو البلخايط مش بس بيشكل جسد أوزوريس، لا ده كمان بيشكل لي الجنة، لأن هم بالنسبة لهم بيسموها واج يعني اللون الأخضر. وأنا عندي واج ور بنقصد بيه أوزوريس، كما بنقصد بيه برضو البحر، ان هم كانوا بيخلطوا بين اللون الازرق واللون الاخضر. واجور يعني ديت يعني وصف الاوزوريس. وكمان الجنه عندهم بيسموها واجور، او بيقولوا عليها الخضراء الكبرى، او بيسموها ايضا واج سخت او الحقول الخضراء، على اعتقاد ان هو بيعتقد ان في الاخره هتبقى حياته الأخروية شبه حياة الدنيا، مليئة بجميع أنواع النباتات وجميع أنواع الفاكهة، النخيل والأعناب والتين وإلى آخر ذلك من الفاكهة، وفيها الأنهار وفيها الظل. وده كان بيعتبر جزاء للخيرين عن أعمالهم في الحياة الدنيوية. اللون الأخضر مش بس بيعطي نوع من أنواع الاستمرارية، فلسفة البعث. ليه؟ لأن هو مرتبط بالنبات. النبات هو عبارة، هو اللي سبب التحنيط، لأن هو المصري اكتشف إن هو معاه حباية قمح لو مسوسة لو مكسورة جه يزرعها مش هتنبت تاني، وبالتالي كان لازم يحافظ على حبة القمح ضد إنها تتسوس أو ضد إنها تتحطم أو إنها تتكسر، لأن هو إذا زرعها بالطريقة دي مسوسة أو مكسورة لن تنبت. وبالتالي اعتقد إن جسده لو فقد جزء منه أو لو تآكل أو تعفن لن يبعث مرة أخرى. وبناء عليه فكر المصري القديم في إن هو يحنط جثث موتاه ويحافظ عليهم، وخصوصا إن فكرة البعث أساسا جاية من النبات اللي هو الحبة القمح اللي لو اتزرعت بتنبت مرة أخرى وتطلع لي حياة أخرى. اللون الأخضر بيمثل له نوع من أنواع البعث والاستمرارية. الوج أو الأخضر طبعا كان بيصنع من مادة الملاكيت أو البيانس، إلى جانب إن هو ممكن المصري القديم يصنعه أيضا من المغرة الصفراء وخلطها باللون الأزرق المصري. المصري القديم كان عبقري جدا في استخدام الألوان ولها مكانها اللي هيقدر يتعامل معاه وخصوصا في جدارياته. النهارده احنا لو اتكلمنا عن اصحابنا اللي بيقعدوا يتفاخروا ويقولوا ان احنا اصحاب الحضاره، واحنا لا، انا عايز اقول لك معلومه جميله جدا، ان المصري القديم كان بيلون بشره الرجال باللون البني الفاتح الى البني الغامق. طب هو ليه كان بيلون البشره باللون ده؟ عشان يقول ان الراجل بيخرج للعمل بيتعرض لساعات كتيره في الشمس، ودي سببت سمار البشره. سمار، انا بقول سمار وليس سواد. سمار البشره بتدل على القوه. يبقى اللون البني في نظر المصري القديم نوع من انواع الدفء ونوع من انواع الاحتواء، وبالتالي كان بيلون جسد المرأة باللون الأصفر. على فكرة احنا لحد النهاردة ممكن ما نعرفش اللون الأصفر كان اسمه ايه باللغة المصرية القديمة. هو أولا اللون الأصفر
كان بالنسبة للمصري القديم أو اللون البيج كان بيلون بيه بشرة الإيه السيدات أو الإناث في تماثيل أو في الجداريات المصرية القديمة، عشان يقول إن هم قاعدين في الظل وإن هم ما بيمارسوش أي عمل شاق أو ما بيقفوش في الشمس لساعات زي الراجل، وعشان كده يقدر يميز بين الرجل والمرأة في الجداريات. هيقول لي الله طب انتوا يا مصريين اصحاب البشره البيضاء، ده ما يا سيدي هم امهاتنا كلهم اصحاب بشره بيضاء ومتلونين باللون البيج. ليه او الاصفر؟ لا يدل على ان هم لا يعملن. ودي طبيعه المصري القديم، عدم يعني بينقل الواقع الى الجداريات. وعلى فكره في كتير جدا من التماثيل فيها مصري قديم، زي تمثال الكاتب المصري هنلاقي ايه عينيه المطعمه خضراء. وفي عندي جداريات بتصور بعض المصريين القدماء بشعر اشقر. هل ده معناه ان احنا لنا اصول اوروبيه؟ ده طبعا شيء غير وارد، ولكن عايز اقول ان اختلاط الجينات واختلاط الانساب، ربما ان مصر بوتقه، البوتقه دي بيختلط فيها مواد كيماويه مختلفه، بس في الاخر بتنتج لي مركب فريد من نوعه وصعب تكراره على مستوى العالم، وهو الجنس المصري او العنصر النيلي المصري، اللي صعب ان هو احنا نقول عليه ان هم لا زنوج ولا هم من الساميين. احنا شعب خاص جدا وله سماته الخاصه جدا، وده طبعا يتضح اهو في عبقريه المصري القديم ازاي هو قدر يميز ما بين بشره الراجل وبشره الست، وازاي هو قدر يميز المصريين عن غير المصريين. يعني احنا لما نلاقي جداريات كتيره جدا مصوره العبيد او الافارقه، او سواء العبيد كانوا افارقه او كانوا اسيويين او غيرهم او حتى من غرب افريقيا من الليبو اللي هم الليبيين، كان بيميزهم بملامح، بتسريحة شعر، بزي معين. ودي تختلف تماما عن الملامح المصريين، مش باللون. يعني انا بكتشف ناس كتير قوي تقول ايه ده الافروسنتريك اصحاب البشره السوداء، ومعظم الجداريات او التماثيل بتمثل المصريين بملامح افريقيه. اقول له لا، بص على الملامح المصريه على الجداريات وانت هتعرف الفرق شاسع جدا بين تصويرهم لملامح المصري وملامح الافرو او ملامح الاسيويين اللي هم كانوا بيصوروهم في اوضاع اقل مرتبه ومثلا كأسرة، وهم بيصوروهم كأسرة. في عندنا صور الشعوب التسعة المحيطة بمصر، وكانوا المصريين أو ملك المصريين بيعتبرهم عبيد عنده وبيرسمهم في هيئة الأقواس، لأن هم شعوب بدائية يعني بتعتمد على الصيد أو على القنص عن طريق القوس. وكان هو يعني عندنا تحت كرسي عرش أو تحت أقدام الملك لازم يتمثل 9 أقواس بيمثلهم الشعوب المحيطة بمصر، واللي هم أعداء لمصر، وللأسف حتى اليوم هم أعداء لمصر. المصري القديم كان متسامح مع الآخرين، وكان ممكن ينقل لهم حضارتهم، لأن مصر معلمة للعالم القديم الحضارة بتاعته. هنا برضو هنرجع للألوان ونقول إن البشرة المصرية القديمة ما هياش أسود، هي بني فاتح. وطبعا بتحصل بسبب خليط ما بين المغرة الحمراء مع مع المغرة الصفراء، تديني اللون الغامق المصري مع مجموعة ترابات بتدي اللون البني. هنا هنتكلم على الأصفر. بنقول إن اللون الأصفر في العقيدة المصرية القديمة كان لون عظيم، وخصوصا إن هو عرف أول محصول أنتجه هو محصول القمح. والقمح المصري نعرف ان مصر دي فضلت سله القمح طول التاريخ المصري، حتى العصر الروماني كانوا بيسموا القمح اللي بيوصل لهم اثناء حرب روما مع قرطاجة بالشحنه السعيده. وكانوا بيعتبروا ان السنابل المصريه هي ذهب، لانها بتنقذهم من المجاعات، الى جانب ان هي كانت تعتبر اهم المحاصيل في العالم القديم. المصري القديم شاف ان القمح ذهب، وعشان كده قال ان اللون الذهبي هو عظام الالهه. وعشان كده هو صور في يعني اسقف المقابر دهنها باللون الازرق،
وحط نجوم مثلها باللون الاصفر او اللون الذهبي عشان يقول ان الالهه هم ذهب. الذهب اللي هو مرتبط بالقمح، اللي هو مرتبط بالديمومه. اللون الاصفر مرتبط بالديمومه، مرتبط بالرقي. وكان بيعتبر ان عظام الالهه اللي هي الذهب هيلونها باللون الاصفر او اللون الذهبي. اللون الذهبي بيمثل، خصوصا ان مصر القديمه، لو احنا يعني حبينا نراجع كتير من التماثيل او التوابيت او الاعمال، هنلاقي ان الذهب بيشغل حيز كبير جدا عندهم، ان هم بيعتبروه لون الابديه، او لون ممتد حتى الاخره، وبيعتبروه لون الهي او بيمثل الالهه. وبناء عليه كان لون مميز عند المصريين القدماء. اللون الاصفر يعتبر في عقيدة المصري القديم هو رمز لعظام الآلهة، إلى جانب إنه هو أيضا كان نوع من أنواع آه، الشر الدفين. ولحد النهاردة الناس المصريين العاديين العاميين يقولوا على فلان ده أصفر. طبعا الصفار هنا مش مقصود به الصفار بتاع الآلهة، ده مقصود به لون الصحراء، لون الرمال اللي كان بيتميز بها اله الشر سوتخ او الاله ست اللي هو اله الشر عدو اوزوريس. اتكلمنا دلوقتي عن اللون الابيض، عن اللون الاسود، عن اللون الاحمر، عن اللون الاخضر، وكمان اتكلمنا عن اللون الازرق. عايز اقول ان فلسفه الالوان في مصر القديمه كانت هي انطباع المصري عن الالوان السائده او الرئيسه في العالم حواليه. اللون الاخضر لون الحقول، اللون الاسود لون التربه الخصبه، اللون الازرق لون السماء والميه والبحر، اللون الاحمر وهو لون الاشراق او لون الغروب، واللون البني هو لون الشمس تاثيرها في جلد الرجال المصريين. اللون الاصفر اللي اعتقد ان هو الذهب او هو القمح هو لون عظام الالهه، واللي بيمثل الخلود بالنسبه له. ونقدر نقول ده موضوع اكيد له موضوعات اخرى اكثر عمقا واكثر شغفا، وهيثير كتير قوي من الاسئله والتساؤلات داخل ها يعني عقول البعض. اتمنى تقولوا لي المره الجايه ايه الموضوعات اللي احنا ممكن نتكلم فيها باذن الله تعالى.